اكتر فيديو وصل لعدد مشاهدات هنا على القناه والناس حبته، افضل مسلسلات قصيره ممكن تشوفها. وانا عارف اني اتاخرت عليكم في الجزء الثاني من الفيديو، بس كل حاجه في وقتها. فقبل ما نبدا في القائمه دي اللي اغلبها مسلسلات من موسم واحد او اتنين، لو دي اول مره تشوفني هنا في القناه ما تنساش ان انت تنزل تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان رحله ال100,000 سبسكرايبر نبداها سوا. وطبعا اللايك المتين تقديرا للمجهود، لان انا بصراحه قررت ان انا مش هرشح اي مسلسل. حاولت ان انا اختار اعمال فعلا مش بتركز على الاجندات والكلام اللي انتوا عارفينه، وطبعا كل ده هيكون من غير حرق. فيلا بينا نخش على المسلسل رقم 11. نبدا الكلام بانه مسلسل من تاليف ستيفن كينج، يبقى انت اكيد هتتفرج على قصه متماسكه ممتعه ومثيره للاهتمام. مسلسل تشابلويت من بطوله الممثل صاحب الاداء العظيم في فيلم ذا بيانست ادريان برودي. للناس اللي بتحب الاثاره والغموض وجرعه من الرعب، فاختياركم لتشابلويت هو الاختيار المناسب. بتبدا احداث المسلسل في سنه 1850، لكن رحله بطلنا تشارلز بتبدا في 1817 لما بيحاول وهو طفل يهرب من والده اللي كان بيحاول يدفنه، لكن في اخر لحظه والده بيموت من طلقه بالرصاص. بدايه غريبه للمسلسل، لان بعد سنين تشارلز بعد وفاه زوجته بيرجع مع اطفاله لقصر قديم لعيلته اللي موجود في قريه غريبه، كل الناس اللي موجوده فيها تقريبا بتكره العيله دي. تشارلز في رحله عشان يكشف ماضي عيلته المظلم، وايه السر اللي ما يعرفوش عن عيلته هيحول حياته لكابوس. المسلسل في نص الاول بيمهد لك القصه برعب كلاسيكي، بس بصراحه كان عاجبني. ظواهر غريبه مش هتفهمها الا في النص الثاني من المسلسل، هتفضل قاعد مترقب وقلقان من الجو الظلام السوداوي الموجود. مسلسل تشابلويت مكون من 10 حلقات، وكمان مناسب للمشاهده العائليه، ما فيهوش اي مشاهد بلس 18. نوصل بقى لتقييم المتواضع لمسلسل تشابلويت هو 7.5 ل 8 من 10. ونروح على طول للمسلسل رقم 10. الناس اللي بتحب الفانتازي انا مش ناسيكم، مسلسل راجناروك اللي بيحكي عن الميثولوجيا النورديه. المسلسل ده هيغير فكرتك عن ثور واودن اللي بنشوفهم في عالم مارفل. غريبه بصراحه ان المسلسل ده مش معروف مع انه موجود على نتفليكس. قصه المسلسل بتبدا في قريه صغيره في النرويج، بيحصل تغيير مفاجئ في الطقس. الناس بتفتكر ان هو عادي، ولكن هي دي نهايه العالم على حسب الميثولوجيا النورديه. المسلسل بصراحه ممتع جدا، قدر يشدني في اغلب حلقاته. كنت مبسوط وانا بتفرج لان انا تقريبا ما شفتش حد اتكلم عن المسلسل ده اول ما نزل. المسلسل موجود على نتفليكس، مكون من موسمين من 18 حلقه. تقييم الشخص المتواضع لمسلسل راجناروك برضه 7.5 ل 8 من 10. نخش بقى على المسلسل رقم 9، وهو اجدد مسلسل موجود معانا هنا في الفيديو، ومن احلى المسلسلات اللي انا شفتها السنه دي، هو مسلسل سايلو، ولو عايز ترجمتها فالصومعه. البشر عايشين في مكان تحت الارض اسمه الصومعه. كل تاريخ البشر اتمسح ومحدش عارف شكل الحياه كان عامل ازاي زمان، وهل الارض فعلا متدمره ولا لا. بس اغلب الناس اللي عايشين جوه الصومعه معتقدين ان اي حد بيخرج براها بيموت. الصومعه هي مكان ليه عمده وقاضي ونظام، اللي بيخالفوا في ميثاق وقانون بيعاقبه. فكره عبقريه متنفذه بشكل ممتع لابعد درجه. نهايه كل حلقه بتطرح تساؤلات جديده للمشاهد، اسرار كتير بتكتشف حلقه ورا حلقه، واحداثه عامه مش متوقعه بنسبه كبيره. مسلسل سايلو مكون من 10 حلقات وبيتعرض حاليا. معرفش الفيديو ده هينزل لكم امتى، بس اتوقع هتكون الحلقه الاخيره نزلت، لان انا بصور تقريبا يوم الاربعاء، فعقبال بقى ما اعمل مونتاج غالبا مش هلحق انزله قبل ما الحلقه تنزل صراحه. بس بصراحه متحمس اعرف النهايه، وهل فعلا هيدونا نهايه مرضيه ولا لا. تقييمي للمسلسل مع اني لسه ما خلصتوش وما اعرفش النهايه، بس بشكل مبدئي المسلسل ياخد 8 من 10 لحد ما نشوف النهايه هتبين لنا ايه. نروح للمسلسل رقم 8، من اكتر المسلسلات وافضلهم في تصميم عالم مثالي معبر عن القصه اللي بيحكيها، هو مسلسل ذا تيرور. واحده من اغرب القصص اللي حصلت في التاريخ. ايوه المسلسل مقتبس من قصه حقيقيه، روايه كتبها دان سيمونز عن الطاقم البحري اللي اتجه للقطب الشمالي سنه 1847 لاكتشاف الممر الشمالي الغربي، ولكن الصدمه ان هم بيواجهوا كائن غريب ومفترس، وكمان في ظروف مناخيه صعبه. دول في القطب الشمالي يعني. فبنشوف بقى رحلتهم المرعبه. ولازم اقول برضو ان احداث المسلسل مش الاسرع ابدا، ايوه دي مش من مميزاته بصراحه، ولكن بصريا هتتفرج على عمل قوي، قصه مثيره للاهتمام، والمسلسل مش طويل. ذا تيرور مكون من موسمين، كل موسم بقصه مختلفه، وانا هنا بتكلم عن الموسم الاول. المسلسل تصنيفه مغامرات ودراما واثاره وتشويق. تقييم المتواضع لمسلسل ذا تيرور هو 8 من 10. ونروح على طول بقى للمسلسل رقم 7. بتحب الرعب والغموض؟ مسلسل كابينت اوف كيوريوسيتيز. بص المسلسل ده مختلف، ابعد عن كل المسلسلات اللي موجوده معانا في القائمه، لان انت هتتفرج عليه والنتيجه يا اما هيعجبك قوي المسلسل ده واجواءه، يا اما هتكرهه وتندم ان انت ضيعت وقتك فيه وممكن تكرهني. فانا مش عارف اعمل ايه بصراحه. عباره عن 8 حلقات، كل حلقه بقصه مختلفه وشخصيات جديده، فما فيش قصه واحده بصراحه اقولها لك او اقول لك الفكره
حتى. بس لو انت حاسس ان انت شفت اغلب مسلسلات الرعب المعروفه، فاظن ان انت تجرب حظك في المسلسل ده، يستحق التجربه. بس لو لا، فخليك في المسلسلات التانية، يعني اضمن بصراحه، عشان ما تجيش تقول لي في كومنت انت رشحت مسلسل وما عجبنيش، فانا ذنبي ايه؟ طيب اديني نصحتك اهو، على مسؤوليتك بقى يا معلم. اما بقى تقييم الشخصي للمسلسل هو 7 من 10. ونوصل للمسلسل رقم 6 معانا في القايمه. انا حاسس ان الوقت جرى. مسلسل الجريمه والدراما ذا كيلينج. مش معروف المسلسل ده، بس قصته محمسه. مع اول حلقه هتلاقي نفسك بتتسحب كده في دوامه مش واخد بالك. قصه المسلسل عن شخصيتين محوريتين معانا. الاولى هي ساره، هي محققه خلاص هتتقاعد، والتاني هو ستيفن، هو محقق جديد لسه واصل لمركز الشرطه. جريمه قتل بتحصل، والمحققين بيبداوا يدوروا ورا الجريمه دي، وبيلاقوا دليل عن هويه شخص كان موجود في مكان الجريمه. بيبداوا يحققوا مع الشخص ده وعيلته، بس بيتفاجئوا ان في حاجه غلط في كلامهم، وان في بنت من العيله كلامها مريب، وبعدها بفتره بيلاقوها ميته، وبعدها بفتره تانيه بتحصل جريمه قتل تانيه. شوف، وانا بحكي لك القصه انا اتسحلت اساسا، ما بالك انت بقى وانت بتتفرج. مسلسل ذا كيلينج مكون من 44 حلقه، وهو اطول مسلسل في الفيديو ده، بس هو لا منه حلقات قليله ولا منه حلقات كتير، فانا مش عارف احطه في انهي قايمه بصراحه. تقييمي الشخصي بقى للمسلسل هو 7 من 10. واخيرا وصلنا للتوب 5، او يعني تحديدا هم مش توب 5، لان انا حابب افكركم ان الفيديو ده كان من غير ترتيب، لان كل مسلسل فيه مميزاته وعيوب وانا قلتها لك. وكمان قلت لك تقييمي للمسلسل زي ما متعودين في سلسله المسلسلات القصيره بتكون من غير ترتيب بصراحه، وبقول لكم تقييمي عشان برضو منعا للخناقات اللي بتحصل. فانا رتبت بطريقه عشوائيه ما عدا كام مسلسل هقول لكم عليهم اما نوصل لهم. فقبل بقى ما نخش على المسلسل رقم 5، فما تنساش تشترك في القناه لو دي كانت اول مره تشوفني، عشان خلاص رحله ال100,000 بدات. لو ملاحظ في اول الفيديو كانت رحله ال100,000 هتبدا، دلوقتي بدات خلاص. وعايزين الفيديو ده بقى يوصل لعدد لايكس اكتر من الفيديو اللي فات اللي وصل ل 10,000 لايك. انا ما توقعتش الرقم ده. المسلسل رقم 5 معانا، وهو اول مسلسل كوري اتكلم هنا عنه على حسب ذاكرتي، يعني لان هي ساعات بتخوني بصراحه، مش ساعات، هي دايما. المسلسل الكوري ماوس من افضل المسلسلات الكوريه اللي اتفرجت عليها عامه. ضابط شرطه مبتدئ بيواجه قاتل متسلسل مريض نفسيا خلى الناس كلها في حاله من الرعب. الضابط بيبدا يحقق عشان يكشف اسباب انتشار الهوس والسيكوباتيه للمجرمين في سؤال غريب: ماذا لو الام عرفت ان الجنين ابنها ده هيكون مختل عقليا وممكن في يوم من الايام يقتل حد تاني؟ هل هتتخلى عنه ولا لا؟ وهل ينفع يجربوا يعملوا مسح ضوئي يعرفوا شخصيه الجنين؟ مسلسل بفكره مجنونه واحداث متتاليه وسريعه، كل حلقه بتفتح اسئله جديده وصراعات منتظره بين الشخصيات. مسلسل ماوس الكوري مكون من 20 حلقه، مناسب للمشاهده العائليه، وتقييم الشخصي المتواضع هو 8 من 10. ويلا بينا بقى على المسلسل رقم 4، وخلاص هانت. انا وقعت في المسلسل ده بالصدفه، بس كانت صدفه حلوه بصراحه. مسلسل ذا لازاروس بروجكت، منظمه سريه بتحاول ان هي تمنع حدوث انقراض، وعندها قدره غريبه بتقدر ترجع بالزمن لورا. المسلسل عجبني لسببين: الاول وهي الفكره اللي بيقدروا يوصلوها لي في وقت قليل، وكمان ان المسلسل قصير وممكن يخلص معاك في سهره عادي جدا. من عيوبه بصراحه ان في بعض المشاهد انا ما خدتهاش على محمل الجد، ما كنتش حاسس باي خطر بيحصل. الممثلين مش من مميزات المسلسل بصراحه يعني، بس بشكل عام هو مسلسل لو اتفرجت عليه هتنبسط وهتقضي وقت لذيذ، وفعلا ما تستناش منه كتير، وده رايي. اما بقى تقييم المتواضع للمسلسل هو 7.5 من 10. ونروح للمسلسل رقم 3، مسلسل عائلي بامتياز في الموسم الاول بس يعني، لان انا ما كملتش الموسم الثاني لسه. مسلسل سويت توث. المسلسل ده غريب لان هو المفروض مقتبس من كوميك بوك بتملكه شركه دي سي، واللي الطبيعي يعني بقى ان المسلسل يتعرض في HBO ماكس، ولكن المسلسل ده موجود على نتفليكس. عملتوها ازاي دي؟ القصه بتبدا بانتشار فيروس بين الناس، بس بدات تظهر بقى حاجات غريبه مع الوقت. في اطفال بتتولد نص انسان ونص حيوان. السؤال الاول اللي بنكتشفه في اول حلقه: ايه علاقتهم بالفيروس؟ فبتبدا بقى عمليات صيد للاشخاص المصابين، والمسلسل بيركز على شخصيات معينه عشان يحكي لنا عن جوانب حياتهم، ومع تتالي الاحداث بنعرف اسرار اكتر. ودي باختصار جدا هي قصه المسلسل. اجواءه كانت عاطفيه مش معقده ابدا، وما تستناش ان انت تشوف ملحمه كبيره بتحصل. والرئيس التنفيذي للمسلسل ده هو روبرت داوني جونيور المعروف بايرون مان. وعلى فكره المسلسل ده خليط بين اتنين: جو عالم مارفل وجو سترينجر ثينجز. فاظن انتوا كده فهمتوا شكل المسلسل عامل ازاي. اما بقى تقييمي لمسلسل سويت توث هو 7.5 من 10. وبكده بقى مش متبقي غير مسلسلين، وسواء كان الفيديو ده بترتيب او من غير ترتيب، فالمسلسلين دول كانوا هيكونوا في التوب 5 افضل المسلسلات القصيره اللي انا شفتها. ولو لسه برضو ما شفتوش الجزء الاول من الفيديو اللي كان فيه مسلسلات قصيره تانية، انا مش حابب اتكلم عليها تاني عشان حاسس ان احنا نبقى بنعيد الكلام وخلاص، فهسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن، في مسلسلات اكتر، فابقوا اتفرجوا عليه برضو لو حابين تعرفوا ايه المسلسلات التانية اللي انا اتكلمت عليها. ونروح للمسلسل رقم 2، مسلسل غني عن التعريف، مش محتاج
اتكلم عليه كتير لان اغلبكم اتفرج عليه وعارف قصته. مسلسل شيرلوك من افضل مسلسلات التحقيق، ولو لسه ما شفتوش يعني هتستغرب ان الحلقه يعني مدتها طويله شويه، اكتر من ساعه ونص في الرينج ده، بس بصراحه تستحق. مسلسل متقن وكل حلقه فيه بلغز جديد بيحيرك من البدايه لاخر لحظه. اظن بقى اقول دلوقتي بسرعه تقييمي للمسلسل هو 8.5 من 10. وصلنا بقى للمسلسل الاول معانا، وسواء ان الفيديو ده كان بترتيب او من غير ترتيب فهو من افضل الاعمال اللي تم انتاجها في التاريخ. المسلسل اللي حكى عن كارثه هي الاسوأ، انفجار المفاعل النووي تشيرنوبل اللي بسببه راح ضحايا كتير. واحد من المسلسلات القصيره اللي كان مثالي في سرد الاحداث وبالاهتمام بالتفاصيل وكمان باداءات تمثيليه متقنه. المسلسل اللي بتكلم عنه طبعا هو تشيرنوبل. تقييم المتواضع للمسلسل هو 9 من 10. هتقول لي في مسلسل قصير انت قيمته اعلى من كده؟ هقول لك انت كده محتاج تشوف الجزء الاول من الفيديو اللي موجود تحت في الديسكريبشن، هتعرف كل حاجه. وبكده مش باقي غير حاجه واحده بس، تقول لي افضل 5 مسلسلات قصيره انت اتفرجت عليهم، وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. وبنسى اقول لكم كل فيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، وخشوا قناه الانستجرام اللي انا عاملها، حاجه زي جروب كده بنتكلم فيه، ببعت حاجات اكسكلوسيف للناس اللي عندي على الانستا، فهحط لك لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن. وشكرا ان انت اتفرجت على الفيديو للاخر. اظن ان الفيديو ده هينزل في العيد، فكل سنه وانتم طيبين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا. ولو دي كانت اول مره تشوفني وحابب ان انت تشوفني تاني، اشترك في القناه، دوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك. انا علاء اسماعيل نون از موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير. مع السلامه.